أهلا بيكم في حلقة جديدة من نجمة وبرج. النهاردة معانا برج الثور، البرج الترابي العملي الصبور اللي بيعرف يحقق أهدافه بخطوات ثابتة. الأسبوع الرابع من مارس هيكون مليان تطورات مهمة وقرارات حاسمة وفرص مادية ممكن تغير حاجات كتير. يلا نشوف التفاصيل. الأسبوع ده هتحس إنك أكتر تركيز وعندك إرادة قوية عشان تنهي حاجات كنت مأجلها. في قرارات هتضطر تاخدها، وده هيحتاج منك تفكر بهدوء وما تتسرعش. ممكن تحس إن في ضغط أو مسؤوليات زيادة، لكن لو نظمت وقتك هتقدر تتعامل مع كل حاجة بسهولة. الأسبوع ده هيكون عندك يا طور قدرة على اتخاذ قرارات صحيحة. علاقاتك الاجتماعية هتكون أفضل، وهتتلقى دعم من ناس كتير قريبة منك. كمان هيكون في فرصة لحل مشكلة كنت شايل همها بقالك فترة. بس خد بالك يا طور، بلاش العناد، وحاول تكون مرن في التعامل مع اللي حواليك، وما تضغطش على نفسك في الشغل أو الالتزامات، لأن صحتك محتاجة اهتمام. وبلاش تتأخر في اتخاذ قرارات مهمة عشان الوقت مش في صالحك. يا طور، خليك صبور، لأن الأمور بتتحسن تدريجي حتى لو مش باينة دلوقتي. لو حسيت بالتوتر خد وقت للراحة وما تحملش نفسك أكتر من طاقتك. الأسبوع ده فيه فرص مهنية كويسة، لكن محتاجة منك يا طور تركيز وإدارة ذكية لمواردك. فلو شغلك مستقر ممكن تلاقي إشادة أو تقدير من مديرك بسبب مجهوداتك. في كمان فرصة إنك تبدأ في مشروع جديد أو تاخد مسؤوليات إضافية. أما لو بتدور على شغل فالأسبوع ده مناسب للتقديم على وظائف جديدة وهتلاقي استجابات إيجابية. حاول تستفيد من علاقاتك، لأن حد قريب منك ممكن يساعدك في إيجاد فرصة كويسة. أما بالنسبة لوضعك المالي فهو مستقر الأسبوع ده، لكن بلاش تبذير في حاجات مش ضرورية. ممكن يكون في فرصة لاستثمار مربح، بس لازم تدرسه كويس قبل ما تخوض التجربة. يا طور، خطط لمستقبلك المالي وحاول تحط خطة ادخار لو تقدر. أما لو عندك فكرة جديدة لمصدر دخل إضافي فجرب تشتغل عليها. طاقتك الأسبوع ده يا طور متوسطة، وممكن تحس ببعض الإرهاق بسبب التفكير الزيادة أو الضغط في الشغل. خد بالك يا طور، حاول تاخد وقت للراحة وما تهملش صحتك الجسدية. ولو حسيت بتوتر جرب تمارس رياضة أو تعمل نشاط يساعدك على الاسترخاء. واهتم بنظامك الغذائي عشان جسمك محتاج طاقة متوازنة. يا طور، ما تضغطش على نفسك أكتر من اللازم، لأن صحتك النفسية مهمة زي صحتك الجسدية. فحاول تنام بشكل منتظم، لأنك محتاج تستعيد نشاطك. ولو انت بقى يا طور كنت من المرتبطين أو المخطوبين فالعلاقة هتكون مستقرة بشكل عام، لكن محتاجة منك اهتمام وتقدير أكتر لشريك حياتك. ممكن يحصل سوء تفاهم بسيط، بس لو اتعاملت معاه بهدوء هيتحل بسهولة. الأسبوع ده يا طور فيه لحظات رومانسية، ولو قدرت تعبر عن مشاعرك بوضوح العلاقة هتبقى أقوى. وممكن تخطط لحاجة جديدة مع شريك حياتك يقربكم من بعض. خد بالك يا طور، وبلاش تكون عنيد في المناقشات، وحاول تفهم وجهة نظر الطرف التاني، وما تنشغلش عن شريك حياتك بسبب الشغل، لأنه ممكن يحس بالإهمال. أما لو أنت كنت عازب بقى يا طور في فرصة إنك تقابل حد جديد، لكن لازم تكون واضح مع نفسك بخصوص مشاعرك. لو في شخص قديم بيرجع لحياتك فكر كويس قبل ما تديله فرصة تانية. يا طور، التواصل هو مفتاح العلاقات الناجحة، فحاول تكون صريح وتعبر عن مشاعرك بوضوح. لو العلاقة فيها مشاكل حاول تحلها بدل ما تسيب الأمور تتراكم. الأسبوع الرابع من مارس هيكون مليان قرارات مهمة، سواء في الشغل، الفلوس، أو العلاقات. لو قدرت تحافظ على هدوءك وتوازنك بين كل الجوانب هتلاقي نفسك بتتقدم بخطوات ثابتة وواثقة يا طور. لو الحلقة عجبتك ما تنساش تشاركها مع أصحابك الطور، وسيبلي تعليق برأيك، أو لو عندك أي سؤال وأنا هرد عليك. أشوفكم في حلقة جديدة من نجمة وبرج. باي باي.